هندسة ميكانيكا سيارات طاقة وسيارات. عايز اقول الفيديو الفترة الجاية هتبقى عن كده بس دي اعمل سبسكرايب، واللي مش انترستد برضه يعمل سبسكرايب. اي كلام. هاي، ايه الاخبار؟ انا مصطفى شريف، مهندس ميكانيكا. في الفيديو ده عايز اوضح لكم التشانل بتدور حوالين ايه وهتكلم على ايه فيها. طبعا مهندس ميكانيكا عام، مفيش اندستري معينه اتخصصت فيها، مثلا فاير فايتنج او اوتوموتيف او انرجي او اويل اند جاز او وات ايفر. الاندستري اللي بيبقى فيها تخصصات او طيران او الحاجات دي كلها مفيش حاجه اتخصصت فيها، فكان لازم انا اخد الاختيار ده لنفسي علشان ابدا خلاص اشتغل عليه كمذاكره واشتغل عليه ككورسات، عشان لما اخلص جيش باذن الله ابدا ان انا اشوف اشتغل في ايه بالظبط. فبعد لخبطه كتير طبعا نزلت فيديو على حوار اللخبطه في الكارير ده بعد ما خدت القرار الحمد لله. يعني خلاص استقريت ان انا باذن الله اشتغل في الاوتوموتيف اند انرجي اندستري، طاقه. والاوتوموتيف مش اوتوموتيف بمعنى سيارات بس، سيارات او اي وسيله نقل كمعدات تقيله كعربيات يعني وات ايفر، بس اوتوموتيف كعام مش مجرد سيارات. بدات ان انا تشيك اليوتيوب تشانلز اللي بره مصر بتقدم الكونتنت عامل ازاي عشان ابدا اقدم كونتنت بقيمه عليه. بيعمل ايه؟ لقيت طبعا حاجات زي دونت، زي كاروا، وزي حتى ناس اللي هي بتجيب عربيات وتصلحها والكلام ده كله. فلقيت ان ده الكونتنت اللي كان الناس بتبقى طالباه والناس حباه. فجيت بصيت عليا انا، مفيش حاجه شبه كده اقدر اقدمها، او مفيش حاجه شبه كده ان اقدر ان انا اصورها او اقدمها للاودينس اللي مهتم بالنوع ده من الفيديوهات. فقلت مش هعطل الدنيا وهبدأ برضه هبدأ تصوير علشان على الأقل أكون ببني واحدة واحدة كده، حتى معلومات تساعدني إن أنا أقدر أتكلم مع الأودينس بتاعي فيها بعدين في فيديوز أكبر، بس يبقى هم عندهم اوريدي معلومات، ولو حد محتاج المعلومات دي يلاقيها موجودة على اليوتيوب وبالعربي. ودي أهم حاجة بالنسبة لي. كان ممكن أقدم الكونتنت بالإنجلش، بس قلت لا، هقدمه بالعربي علشان شعب عربي بالكامل كوطن عربي بالكامل يبقى عنده شانلز اللي تقدر تديله فيديوهات قيمة وفيديوهات فيها فاليو حقيقي هم يقدروا يستخدموه ويستفادوا منه. هبدأ إن شاء الله بسيريز فيديوز كده بشرح فيها مبادئ في السيارات عموما، في بقى التعديل، في حاجات زي الفوليومتريك افشنسي، حاجات زي الدينستي او الكثافة بتاعت الهواء اللي المفروض تخش المكنة وايه اللي بيحصل وانواع المكن وايه هي دورة الاحتراق كل الكلام. وابدا اتكلم على مبادئ عموما في التو اندستريز دول اللي هو الانرجي والاوتوموتيف. بس واحده واحده باذن الله هحاول الفيديوهات تبقى اقرب ليكم انتوا، يعني انتوا برضو حاولوا تكونوا انتوا الجايد ليا وانتوا الدليل بتاعي معايا طول الوقت. عندك سؤال قوله، مش انت بس اللي بتسأل، فاكيد في ناس تانية غيرك بتسأل، فاكيد هعمل فيديو على سؤالك وابدا ان انا ارد عليه واشرحه باستفاضه انت وغيرك يستفاد. هو كل الغرض من الشانل هو ان انا بقدم فايده. لو انا ما بقدمش فايده فمحدش هيتفرج. ومش بس بقدم فايده، بقدم فايده بطريقه تخليك ان انت تفهم الكونسبت اللي انا بشرحه او المبدا اللي انا بشرحه ده بطريقه لطيفه برضو، ما يكونش اللي هو بس باخد مساله او باخد حاجه او بشوف كورس خدته او حاجه ابدا ان انا اديهولك بطريقه تخليك مش عايز تسمع المعلومه. هحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل ده، هحاول يبقى في ترانزاكشنز في فيديوز، يبقى في انيميشن، هحاول على قد ما اقدر طبعا انفذ ده. والكورس انا اخدته اوريدي اكاديمي اسمها هاي بيرفورمانس، هي في امريكا. الكورس ده مش عارف كان بكام دولار تقريبا، فاشتريته وابدا ان انا اشوف ايه الكونسبتس اللي موجوده فيه، ابدا ان انا اقدمها لكم بطريقه لذيذه واديكم امثله حقيقيه على عربيات موجوده فعلا. وحاسس ان أنا في الفيديو ده من كتر ما احنا اتكلمنا عن عربيات ان هي اكتر حاجه احنا بنحبها، يعني اهملت الجزء بتاع هندسه الطاقه او الانرجي انجينيرنج. فحاول برضو ان انا هقدم فيها حاجات وهتكلم عليها في حاجات، وممكن ادخلها في الاوتوموتيف او في السيارات، او اتكلم عليها لوحدها كطاقه متجدده بقى، سولر او ويند او حتى طاقه غير متجدده زي الاويل اند جاز. هبدا ان انا اتكلم في الكونسبتس دي كلها. بس دي كل حاجه كنت عايز اتكلم فيها، وكان مجرد كده برين ستورمنج بصوت عالي معاكم، علشان لازم كل حاجه اشارككم فيها. حتى لو الفتره دي عدد قليل جدا من السبسكرايبر، بس هم ليهم حق عليا ان انا ابقى بشاركهم كل اللي بفكر فيه، علشان هم يبقوا معايا ان احنا نعمل حاجه هم يستفادوا. بس وده كان الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى اشوف في الكومنتس يعني اي فيدباك منكم. حابين تسمعوا عن ايه بالظبط؟ حابين تتعلموا ايه؟ شكرا ان انتوا كملتوا فيديو الاخر.